لو سألتك وقلتلك إيه رأيك في الشعار ده أو ده؟ طب إيه رأيك في المجموعة دي أو دي؟ طب هتصدقني لو قلتلك إن كل الشعارات دي اتعملت في ثواني؟ عارف إن الكلام ده ممكن يبان مبالغ فيه. كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل، وكمان هقولك إزاي تستخدم الموديل الجديد من شات جي بي تي مجاناً بشكل عملي. سلامي وتحياتي ليكم جميعاً، معاكم أخوكم أبو حمزة، وتعالوا أقولك السر فين. بداية، إحنا هنشتغل على موقع arena.ai الغني عن التعريف طبعاً، واللي أثبت نفسه ما بين كل المواقع. الأول هنطبق عملي على موديل نانو بنانا 2 مع موديل نانو بنانا برو. بعدين هنطبق بنفس البرومبت على موديل تشات جي بي تي 2 الأحدث وموديل تشات جي بي تي 1.5. بس تعالوا الأول أشرح لكم البرومبت اللي معانا. أنا جربته كتير وأضفت حاجات تجبر الذكاء الاصطناعي يطلع لك أفضل نتائج، خاصة باللغة العربية لأن مشاكلها كتير. وما تنساش تسيب لي في التعليقات أسفل الفيديو علشان أبعت لك البرومبت. كل اللي هتعمله هتيجي هنا وتكتب اسم الشعار. مثلا هكتب أبراج المدينة، تحت الاسم مباشرة المجال بتاع الشعار، وياريت يكون بالإنجليزي علشان يسهل على الذكاء الاصطناعي ويطلع نتائج أفضل. هتيجي تحت وتكتب المجال مرة تانية، وهنا هتكتب العنوان الفرعي للشعار. أنا هكتب للاستثمار والتطوير العقاري، بس كده، مش هتعمل حاجة تانية. هتاخد البرومبت كوبي وتروح تضيفه على الموقع وتنتظر النتائج. ودي أول نتيجة طلعت من موديل نانو بنانا 2. نتيجة جميلة ومفيش أخطاء إملائية، والفكرة واضحة الخاصة بمجال العقارات. طب تعالوا نشوف الموديل التاني. بصراحة نتيجة أجمل من نانو بنانا برو، خاصة الشعار اللي فيه برج الساعة ده. طب إيه رأيكم نطبق حاجة تانية؟ هنعمل شعار لمطعم مثلا بيت المشويات، وهغير المجال من تحت لمطعم ريستورانت، وهضيف من تحت برضو علشان يديني ألوان خاصة بمجال المطاعم. وهكتب في العنوان الفرعي أصل الطعم المشوي، وهنسخ البرومبت ونروح نضيفه على الموقع وننتظر النتائج. شايفين النتيجة؟ حاجة تحفة الصراحة. طب شايفين الموديل التاني؟ حاجة جامدة جدا، بس هنا في شعار منهم فيه خطأ، الظاهر عدت عليه الحتة دي. طب تعالوا نجرب شعار تاني للعطور. هنكتب الاسم مثلا عطور الماسة، وهنغير المجال من تحت نخليه perfumes، وهكتب في العنوان الفرعي لأجود أنواع العطور. بس كده، هنسخ البرومبت ونشوف النتائج. بصوا كده على النتائج عاملة ازاي؟ والأهم من ده إن الأخطاء العربية معدومة والأفكار ظاهرة وواضحة. شايفين النتيجة التانية عاملة ازاي؟ يعني انت بعد كده مش هتحتار في تصميم الشعارات تاني. آخر حاجة نطبق عليها علشان نبقى جربنا أكتر من مثال. هنعمل شعار لمعمل ابن سينا، وهنكتب في المجال معمل وتحاليل طبية. بس المرة دي هجرب أعمل الشعار من غير عنوان فرعي وأشوف هيديني إيه. بضيفه في الموقع وننتظر النتائج. طلعت حاجة تحفة، في ثواني بيكون معاك أكتر من شكل أو ستايل. شايفين الموديل التاني على نانو بنانا برو؟ حاجة سهلة وبسيطة. طب لو أنا عايز أشيل الفريم اللي في الشعار، بروح على البرومبت واحذف السطر ده. بعدين باخد البرومبت تاني واشوف النتيجة. شايفين؟ شال الفريم من الشعارات وبقت من غير حدود. انت طبعا تقدر تضيف او تغير على البرومبت براحتك. اهم حاجة ما تغيرش الهيكل الرئيسي للبرومبت علشان هو اللي بيبني عليه. يلا بقى نشوف المقارنة الأقوى، وهنشتغل نفس الشعارات بس المرة دي على موديل تشات جي بي تي 2 الأحدث وموديل تشات جي بي تي 1.5 ونشوف النتائج مع بعض. أول نتيجة معانا لموديل تشات جي بي تي 1.5، شغل ألوان بقى وحركات جامدة، وعمل كمان الخلفية PNG شفافة. طب شوفوا كده موديل تشات جي بي تي 2. لا بقى، هنا نوقف شوية ونشوف الجمال اللي عمله من حيث الشكل والفكرة والألوان. بصراحة بالنسبة لي الجديد يكسب وعن جدارة. طب تعالوا نجرب شعار تاني، عطور الماسة. دي كانت نتيجة موديل تشات جي بي تي 1.5، بس عدت عليه شوية أخطاء إملائية في الشعار. إنما بصوا بقى على الجمال، موديل تشات جي بي تي 2
إحنا كده شكلنا هنقعد في البيت والذكاء الاصطناعي هو اللي هيصمم. طب تعالوا نجرب شعار تاني، أبراج المدينة. أنا بصراحة مش هتكلم تاني، لأن كل مرة بيبهرني أكتر من اللي قبلها. هسيبكم انتوا تحكموا. وفي نهاية الدرس أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تبعتولي في التعليقات علشان أبعت لكم البرومبت. ويا سلام لو لايك جميل واشتراك، أكون شاكر لكم جدا علشان نقدر نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.